عايز أسنانك بيضة وابتسامة مشرقة من أول مرة؟ النهاردة هقولك أسرع وأسهل طريقة لتبييض الأسنان من غير ما تضر المينا بتاعتك. أولا عشان نعرف تبييض الأسنان لازم نعرف إيه هو السبب اللي بيخلي الأسنان لونها مصفر. أولا أكتر سبب لأصفرار الأسنان هو شرب القهوة والشاي والتدخين، أو حتى عدم تنظيف الأسنان بشكل منتظم. مع الوقت المينا بتاعتنا بتبدأ تجمع تصبغات وبيصعب إزالتها بالفرشة العادية بتاعتنا. طيب عندنا حلول كتيرة ممكن نستخدمها في ان احنا نبيض اسناننا. اول حاجة شرائط التبييض، بتعتبر واحدة من أشهر وأبسط طرق تبييض الأسنان في البيت، وهي عبارة عن شكل شرايط رفيعة ومرنة بتبقى متغطية بطبقة من جل تبييض بيحتوي على البيروكسيد هيدروجين أو البيروكسيد كرباميد كمادة فعالة. طب ازاي بيشتغل؟ الجل الموجود على الشريط ده بيكسر جزيئات التصبغات الموجودة على أسناننا وجوه المينا. مع الاستخدام المنتظم لأيام أو أسابيع بيبدأ لون الأسنان يفتح تدريجيا. طب بنستخدمه ازاي؟ بنغسل سناننا قبل الاستخدام، مش مباشرة بعد الأكل أو الشرب الساخن أو البارد. بنطلع الشريط من العبوة وبنحطه على الأسنان بحيث يلزق كويس على المينا. بنسيبه المدة المكتوبة في التعليمات، ممكن تبقى من 15 ل 30 دقيقة، وبعد كده بنشيل الشريط وبنرميه، وبعد كده بنشطف البق بالمية. اغلب الماركات بتوصي ان احنا نستخدمه من 7 ل 14 يوم. النتيجة بتبان غالبا ممكن من تاني او تالت استخدام، وطبعا بيبان كامل بعد ما نخلص المدة بتاعتنا. بس نخلي بالنا ان هو بيبقى متوفر بكذا تركيزات يناسب احتياجات مختلفة، وممكن يسبب حساسية اسنان مؤقتا خصوصا مع المشروبات الباردة او السخنة، ولو اتساب فترة اطول من المطلوب ممكن يعمل تهيج في اللثة. ما بيغيرش لون الحشوات او التركيبات، هو بس بيشتغل على الاسنان الطبيعيه. فلازم نتبع التعليمات حرفيا عشان نتجنب اي ضرر، وما نستخدمهمش اكتر من الايام المطلوبه اللي هو ممكن ماكسيمم 14 يوم. وبعد التبييض لازم بقى نبدا نقلل القهوه والشاي والمشروبات الملونه. طيب تاني طريقة وهي قوالب تبييض الأسنان، بتبقى بلاستيك أو سيليكون شفافة بتاخد شكل الأسنان، وبنملاها بجل تبييض قبل ما تتركب في البق. في قوالب مخصصة عند الدكتور عادي، بياخد الدكتور طباعة لأسنانك ويعمل لك قالب مخصوص مقاسه بالظبط. الميزة طبعا انها بتوزع الجل بالتساوي، ما بتسمحش انه يلمس اللثة كتير، اغلى شوية لكن امان وراحة اكتر. وفي قوالب جاهزة بتبقى متوفرة في الصيدليات او اونلاين، ممكن تيجي بحجم ثابت او نوع بنحطه في مية سخنة شوية ويبدأ ان هو يتشكل على الاسنان. ارخص لكن طبعا مش بدقة القوالب اللي بتبقى متخصصة مخصوص ليك. طبعا الجل الموجود في القوالب بيحتوي غالبا على بيروكسيد كرباميد وبيروكسيد هيدروجين بتركيز اقل من العياده. المواد دي بتخترق المينا وتكسر التصبغات اللي احنا عارفينها. بنستخدمها ازاي؟ ان احنا بنغسل السنان برضو وبنحط كميه صغيره من جل التبييض جوه القالب دوت. الكميه قليله تكفي، يعني الزياده هتطلع على اللثه وتعمل تهيج. ممكن نركب القالب على السنان، نسيبه حسب التعليمات بتاعتنا المكتوبه ممكن 30 دقيقه، وبعض الانواع ممكن نستخدمها اثناء النوم. بنشيله ونشطف بقنا بميه والقالب كويس جدا. بتبقى مدة الاستخدام بتاعتنا برضو من 7 ل 14 يوم. النتيجة بتبان تظهر بعد اول يومين، وطبعا بيبان اكتر حاجة بعد ما نخلص المدة بتاعتنا. بس نخلي بالنا ان ممكن برضو يعمل حساسية سنان. القوالب الجاهزة ممكن ما تكونش ثابتة كويس فيتسرب جل على اللثة، ولازم نلتزم بالجرعة والوقت عشان ما يحصلش تهيج في الفم. والافضل خالص ان احنا نعملها عند دكتور اسنان يكون ضابط لنا المقاس وبيحدد لنا التركيز المناسب. ونتجنب الاكل والشرب اثناء التبييض الا طبعا لو المنتج يسمح. تالت حاجة وهي تبييض الأسنان بالفحم. هو ترند انتشر جدا في السنين الأخيرة خصوصا على السوشيال ميديا، وناس كتير بقت تستخدمه على إنه طريقة طبيعية وسريعة لتبييض الأسنان. لكن الموضوع ليه تفاصيل مهمة لازم نعرفها قبل ما حد يجربها. المقصود هنا الفحم النشط، مش الفحم العادي بتاع الشوي. الفحم النشط ده بيكون بودرة سودا ناعمة، بيصنع بطريقة تخليه أكتر مسامية عشان يمتص الشوائب والسموم. بنستخدمه عن طريق إن احنا نغسل أسناننا بالبودرة دي أو نستخدم معجون أسنان بيحتوي على الفحم. الفحم النشط مش بيفتح لون الأسنان من جوه زي منتجات التبييض الكيميائية، هو بيشتغل أكتر على التصبغات السطحية اللي هي قهوة شاي تدخين. بسبب خواصه المصة بيمسك بالجزيئات المسببة للبقع وبيشيلها واحنا بنغسل أسناننا. طريقة الاستخدام، المفروض ان احنا بنبل الفرشة بتاعتنا ونغمسها في كمية صغيرة من بودرة الفحم ديت، وبنبدأ نغسل أسناننا بلطف لمدة دقيقتين. بعد كده نشطفها بالمية كويس. هي طريقة طبيعية خالية من البيروكسيد وأي مواد كيميائية،
الكيميائية بتدي إحساس طبعا بالنظافة والنعوم على الأسنان، وبتزيل البقع السطحية بشكل ملحوظ. بس لازم نخلي بالنا ان هو مش بيغير لنا لون الاسنان من الداخل، وجزيئاته ممكن تكون خشنه شويه. مع الاستخدام المتكرر ممكن طبعا تختج لنا طبقه المينا وتخلي الاسنان اضعف واكثر حساسيه. هو مفيش ادله علميه قويه بتثبت فعاليته وامانه على المدى الطويل. لو في حشوات طبعا مش هيتغير لونها، فممكن اللون يكون مش متجانس. ما تستخدمهوش اكتر من مرة في الاسبوع عشان نحافظ على طبقة الاسنان بتاعتنا. ولازم نختار منتجات معجون اسنان ممكن يحتوي على الفحم بدل البودرة الخام القاسية ديت. وبعد الاستخدام ممكن نغسل الاسنان بمعجون فيه فلورايد عادي. بلاش خالص نستخدم المواد زي بيكربونات الصوديوم او الحاجات دي، حتى لو قالولك ان احنا نحطها في فويل ونحطها على الاسنان. يا جماعة الموضوع ده خطر جدا، ممكن يعمل لنا تآكل في المينا، يعمل لنا حساسية اسنان بطريقة رهيبة. فبلاش نمشي ورا الترندات. بعد كده تبييض الاسنان في بالليزر في العياده هو من اسرع واقوى الطرق، ودي شخصيا انا برشحها جدا. بتدي نتيجه ملحوظه من اول جلسه، وبيكون مناسب للناس اللي عايزين يفتحوا لون اسنانهم بشكل واضح وفي وقت قصير. طب ازاي بيشتغل؟ الطبيب بيحط على الاسنان جل تبييض عالي التركيز، بعد كده بيستخدم جهاز ليزر لتسريع تفاعل الماده مع التصبغات. الضوء بيكسر جزيئات البقع اسرع وبيخلي النتيجه تظهر في نفس الجلسه. طبعا بنحمي اللثه، بيتم وضع ماده او حاجز مطاطي عشان نحمي اللثه من جل التبييض، وده طبعا مش هنعرف نعمله في البيت واحنا بنبيض. تطبيق الجل على الاسنان الاماميه، بنشغل الليزر او الضوء ممكن ل 15 ل 20 دقيقه، وممكن يبقى اكتر كمان، اكتر من جوله في خلال الجلسه. بعد كده بنزيل الجل ده وبنشطف الاسنان كويس. غالبا الاسنان بتتفتح من درجتين ل 8 درجات حسب الحاله. النتيجه ممكن تستمر من 6 شهور لسنه او اكتر حسب العنايه ونمط الحياه بتاعك. طبعا ده نتيجة فورية من جلسة واحدة. آمن طبعا لو اتعمل عند طبيب مختص بيشيل التصبغات السطحية والداخلية، بس تكلفته أعلى من التبييض في البيت، وممكن يسبب برضو حساسية مؤقتة بعد الجلسة بتروح يعني إن شاء الله. مش بيغير لون الحشوات أو التركيبات. في نصائح بعد الجلسة إن احنا طبعا ما ناكلش أو نشرب حاجات ملونة أول 48 ساعة. غسل الأسنان مرتين يوميا بمعجون يحتوي على فلورايد. وممكن نستخدم شاليمو عشان نشرب أي مشروب ملون لاحقا عشان ما يجيش على الأسنان. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وضحت لكم أي ترند ماشي أو أي حاجة لتبييض الأسنان، مميزات وعيوب كل طريقة. فما تنسوش تشتركوا في القناة ويقولوا لي في التعليقات أي حاجة عايزيني أعملها الفترة الجاية. ومع السلامة.